السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. النهاردة بإذن الله هنشرح مع بعض طريقة تركيب سكة الجرار دي بالطريقة الصحيحة. طبعا أنا كنت بركب السكة دي طبعا، أو كلنا كنا بنركبها بطريقة الشحط. فأنا جبت ليكم طريقة تركيب السكة دي غنفاري. فبإذن الله هنوضح مع بعض الطريقة. وبعد ما ركبتها بصراحة طريقة جميلة جدا، وزي ما انتم شايفين كده أنا بشد الألمونيا بتاعتي مش بتطلع معايا ومتعشقة مكانها تمام التمام. نفحر الجدة بتاعتنا او الخشب اللي احنا هنشتغل عليها السكة على اللوتر. طبعا زي ما انتم شايفين البنطة اللي احنا هنفحر بيها زي ما هو موضح كده، البنطة غنفاري. انت ما تقلقش كده، انا ان شاء الله في الفيديو هشرح لك ازاي تاخد المقاسات دي. وازاي تخلي بين السكة والسكة مقاس كام بالظبط. فانت خليك معايا كبير للاخر ان شاء الله عشان مفوتكش اي حاجة، وتقدر تركب سكة الجرار دي بالطريقة الصحيحة ان شاء الله. بعد ما فحرنا الجدة هنبدأ نصنفرها كده بالصاروخ وش نضاف. خلصنا بالصاروخ زي ما انتم شايفين كده، دي السكه بتاعتنا الالمونيا طبعا الغنفاري هي اللي احنا فحرنا بيها الجده بتاعتنا غنفاري. فلازم يكون الالمونيا زي ما انتم شايفين كده، زي ما هو موضح قدامكم كده غنفاري. لان في الالمونيا برضه هوضحها لك في الفيديو بتبقى عادله. دي الالمونيا بتاعتها غنفاري، فالفحر بتاعنا اللي احنا فحرناه فحر غنفاري. فانت تخليك متاكد من الحته دي. ودي زي ما قلت لك كده الالمونيا اللي احنا قلنا عليها دي الالمونيا العادله، اللي احنا كنا مشغلين بيها او انا كنت شغال بيها على طول، ان احنا نفحر ونشحطها مكان. فالالمونيا الغلفانه زي ما انتم شايفين كده شفتها قليله، فممكن تسحب من مكانها او ممكن تتطبق. فالصح بتاعها زي ما احنا كده فحرناها غنفاري، وبنبدا نسقطها من البدايه كده وتخش معانا تمام التمام، بدون غيرها، بدون سيليكون، بدون اي حاجه. هي اصلا الالمونيا دي بسم الله ما شاء الله كده نازله مكانها تمام التمام. يعني انا كده وانا بعشق الالمونيا مكانها بصراحه داخله معايا صعب، عايز ادج عليها بشاكوش، بس طبعا مش هينفع ادج عليها بشاكوش عشان ما تتناش. يعني انا بقول لكم عشان خاطر اعرفكم ان الموضوع اصلا هي داخله مكانها بصعوبه، فمستحيل تطلع لفوق او تتطبق او يحصل فيها حاجه. فانا بصراحه الطريقه دي صحيحه، فانا حبيت اوضحها لكم لعل عسى حد يستفاد منها. ولو حد شايف في طريقه احسن من كده برضه يكتب لنا في تعليق، وكلنا بنفيد بعضينا. وزي ما انتم شايفين كده ادينا بنركب اهو السكه اهو. مجرد ما تفحر السكه كده غنفاري، الدخول بتاع السكه تخش معاك تمام التمام. نيجي دلوقتي للمقاسات بين الالمونيا والالمونيا. الفراغ بتاعها 3 سم بالظبط. وانا عملت يعتبر كده ضرفتين، يعني ضرفتين كده شيشنا انا ظبط لكم الدنيا عليها زي ما انتم شايفين، وركبت عليهم العجل. دي اول عجله بتركب معايا اهو، دي الوش، ودي تاني عجله زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مركبين العجله كده في ظهر الضرفه. فانا بفضل الضرفه اللي في النص زي ما انتم شايفين كده، بخلي العجله دي بختشها شويه كده قيمه، مثلا وليكن مثلا نص الضرفه بالظبط كده، بحيث مثلا ما تعملش معايا فاصل بين الضرفه والضرفه زي ما انتم شايفين. والعجله دي اصلا دي قيمتها مثلا وليكن 2 سم، فانا مش عايز القيمه بتاع العجله وقيمه الحيلة تبقى كتيره معايا. فانا بفضل في شغلي عامه بخلي الضرفه الوسطانيه اللي هي على الوش من بره، بخلي العجل بتاعتي بخوش لها كده لجوه قيمه 2 سم. طبعا انت تخوش على قد ما تظبط معاك الحيله بتاعتك اللي انت هتحطها، سواء تحط فايبر زي كده او رسمه او حيله، فانت تعمل حسابها بين الضرفه والضرفه. فدي المسافه انت بتاخد 3 سم بين الالمونيا والالمونيا، وبعد كده بتبدا تختش للضرفه اللي هي اللي على وش الضرفتين، عشان تظبط معاك الشغل يبقى تمام التمام. وبعد ما خلصنا شغلنا وخدنا مقاساتنا صح ومظبوط، هنبدا دلوقتي نركب الجده بتاعتنا اللي احنا ظبطنا عليها السكه، هنبدا نركبها على الدولاب زي ما انتم شايفين. طبعا انا بسيب جيمه كده في الجشاط اللي هو واضح قدامكم، بسيب جيمه كده وليكن سنتي، وابدا اسمر الجده بتاعتي. وطبعا السنت بتاعي يكون مظبوط كله وكل واحد عشان خاطر الضرفه بتاعتك ما تعكس معاك في الفتح والجفل. ما تنساش الغيره والمسمار، وتبدا تسمر مسمار بتاعك سواء الشي 5، وتبدا الشي 5 عادي او الشي 5 دباسه، وتبدا تسمر الشغل بتاعك. وزي ما انتم شايفين اهو الشغل، وانت بتسيب سنتي في الجشاط كده وتبدا تسمر الجده بتاعتك. طبعا لو وصلت معايا للحظه دي ما تنساش لايك يا كبير، واستنونا في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه